يوم ما السيسي كان بيخطب الخطاب اللي هو قال فيه لا الشعب لم يجد من يحنو عليه، وكان بيحضر للانقلاب. كنت انا شغال في مطعم جنب قهوه، تمام؟ فكنت بعمل افتتاح للمطعم دوت. فالمهم لقيت ايه، الناس قاعده قدام الشاشات وكانه افريقيا، والسيسي عمال بقى لابس البدله العسكريه وعمال ايه، يعني مش عارف، ده هو محمد ثروت زمان. فقاعد هو فانا طلعت وقفت جنب الناس كده قاعده، الناس قاعده كانها بتتفرج على افريقيا، كانه ماتش مصر والكاميرون في النهائي. وهو ايه شغال، فقال ايه، قال شعب لم يجد من يحنو عليه. فانا طلعت مني كلمه، قلت لهم الراجل ده مش كويس. فالقهوه كلها كانت هتضربني، بس يا عم اسكت انت. قلت لهم والله الراجل ده مش كويس. هم راح جابوا صاحب المحل. طبعا انا كنت بعمل افتتاح محل، يعني مش، ما حدش عارفني في المنطقه اصلا ولا في القهوه، ولا حد عارفني لسه. ف يعني راحوا صاحب المحل قالوا خلي الراجل ده يسكت اللي عندك دوت، تمام؟ فقال لي فيه، قلت له واحد اتنين تلاته، الراجل دوت بيقول يعني ايه شعب لم يجد من يحنو عليه، والدنيا كلها والمدركين بالامر يعرفوا، عارفين ان مصر دلوقتي محتاجه زعيم اللي هيخرج مصر وينقل مصر لحته تانيه. محتاجه زعيم، والراجل والزعماء تقسو على الشعوب قسوه الاباء، ما تحنش. خاصه ان احنا يعني سلوكياتنا وافعالنا ودنيتنا مش حلوه، فاحنا محتاجين واحد يقسو علينا قسوه الاب، شده الاب يشد علينا مش يحنوا عليه. فانا عرفت ان الراجل ده نصاب وكذاب. المهم قلت برضه يمكن يعني ما تسقش الظن، لسه الراجل اهو شكله محمد ثروت ايام ما كان بيغني ما شاء الله. فقلت ماشي شويه، قلت ايه، اروح له. لما قربت بقى عدلي منصور بقى والطبخه ديت والناس اللي مش عارفه حاجه ديت كلها، المهم قلت اروح لوزاره الدفاع واكتب له عريضه انصحه فيها ايه باللي هيحصل. لما ايه قرب بقى والشعب المصري كله ابو نبوس على رجلك انزل والنبي يحكم. فاهم. فكنت مش عارف، كنت عايز ساعتها نقول مثل للمصريين يعني ايه، يمكن اقدر اقوله لهم دلوقتي، اللي تفتح رجلها تستاهل اللي يجرى كده، يعني فهمتوا؟ فانتوا فتحتوا واستاهلوا بقى. تمام. فانا قلت برضو ايه، يمكن ايه اعمل الدور اللي عليك بصفتي ملم بالمواضيع شويه، وبحب القرايه وبحب الثقافه. فقلت روح لوزاره الدفاع، كتبت له عريضه ورحت بيها الامانه العامه لوزاره الدفاع. في عز مصر كل ما تتحايل عليه كمل جميلك وانزل واللي. رحت له كتبت له عريضه عنوانها ايه، الدين النصيحه. إياك والأنا الأعلى، حتى لا يلتهم التنظيم العشوائية. ليست كل السياسة الاستفادة من الممكن، قد تكون في علاقتنا الخارجية. أما في ظل ما تعانيه مصر، لابد من وجود رؤية استراتيجية فلسفية ملهمة قادرة على إيجاد الحلول والبدائل وبأسرع وقت. أنا الأسرع والأضمن للانتقال بمصر للجمهورية الثالثة في سلاسة تامة وقناعة تامة من كل طبقات المجتمع بكل مسمياته واعتقاداته وانتماءاته. اطلب ملفي من وزارة الدفاع، واطلب ورقي من مكتب النائب العام، واطلب ملفي من رئاسة مجلس الدولة، واكتب ملفي من مكتب الشيخ الأزهر. طبعا انا ما كنتش بكلم الكلام ده من فراغ، يعني انا كنت عارف ان هو لو اترشح. فانا قلت له انت لو هتترشح هتخش رئاسه مصر، ما يعني الكلام يعني كده، يعني ان انت لو هتترشح فانت هتخش على رئاسه ضعيف. المجتمع الدولي هيساومك. لا انت عملت انقلاب عشان تحكم، لا مش انقلاب، لا انقلاب يبقى انت دخلت في مساومه لان انت طرف نزاع، فانت هتخش ضعيف. وضعفك ده هيضعف البلد معاك، هتقدم مساومات كامله. اتاري ما كنتش اعرف ان هو خاين اصلا، وهو عايز كده اصلا، هو عايز يضعفها. يعني هو كده كده عايز يضعفها، ما كنتش اعرف ان هو عايز يضعفها. فكنت بتعامل معاه بحسن النيه، يعني راجل جيش بقى وهيبه ومخابرات حربيه. مخابرات حربيه، انا مش عارف مخابرات حربيه في ايه ده غبي. مخابرات مش عارف، او متخابي مش عارف، بس هو يعني يلا نصيبنا. عملنا عملنا دي الرشوه، السيسي هو الرشوه، هو ده ايه حصاد الرشوه اللي عشنا عليها عمرنا. ف فقلت له هتخش الرئاسه ضعيفه وتضعف البلد معاك. مصر عايزه دم جديد، مصر عايزه واحد من الصفوف اللي ورا، مش عايزه حد خلاص هنشرق عليه. حتى يقولوا جمال مبارك، جمال مبارك يقولوا في نصيبه جمال مبارك هو ابو مطرح ما راح. طب والله والله اعمل اسرائيل كله والله. المهم، فايه يا عم السيسي، انت خلاص بقى كده ارحم الناس دي كلها يا اخي. انت بارد ليه؟ انت سمج ليه؟
انت عارف وانا رايح الشغل وجاي من الشغل في المواصلات، وحياة لا اله الا الله انا بشوف صورك، الناس بتقول عليا مجنون في العربيات، بتف عليك. وانت لا، واللي اجمل الصوره بقى اللي معبيه الشارع كلها وانت قاعد باصص بالنضاره بتاعتك ديت، النضاره السوداء بتاعت المخابرات عشان تبقى انت مخابرات، وانت باصص بصه ايه، مستقبليه كبيره، باصص لبعيد. لكن حتى سبحان الله كذب في الصور حتى بيظهر يا اخي سبحان الله. حتى انت طول المدى اللي في النظره بتاعتك انت بيديك للمدى ان انت مش شايف حاجه اصلا. انت الانسان لو بص بالنظره دي كلها للمدى البعيد معناه مش هيشوف حاجه. يعني انت عامل لان انت لك نظره مستقبليه. طب نظره مستقبليه امتى تاني؟ اه 13 سنه ولا 11 سنه وهيعدوا 20 وهيعدوا، وانت نظره مستقبليه تاني. طب انت لسه ما شفتش حاجه؟ طيب طب شيلوا الصور دي، شيل لنا بقى الصور دي بقى، ما تعصبناش اكتر بقى، راضيين بحالنا بنقولوا يجعلوا كفاره، او بنقولوا يجعلوا كفاره على ذنوب احنا مش عارفينها، عملناها ما نعرفش نكفروها، يمكن ربنا بيكفر علينا بهم المعيشه. بس شيل الصور بقى بتاعتك بالله عليك. والله العظيم في عربيه في مره طالع الكوبري، ومره واحده سبحان الله العربيه طالعه كوبري، كنت جاي من رمسيس بعد كل الحربيه بشويه كده، عندي الشارع اللي فيه المخابرات، يلا عشان اجيب لك من الاخر بالظبط كده، قبل الشارع ده بالظبط شويه، والكوبري راح طالع يافطه كده، طلع لي صورته، قلت له انا مش هسكت، كنت راكب انا والسواق وواحد جنبي، فقلت له انا مش هسكت. قال لي، قلت له الراجل ده انا بكرهه، والله ما علمني معنى الكره الا الراجل دوت، والله عمري ما كرهت، لكن الراجل ده علمني معنى الكره. فاللي جنبي، الراجل اللي جنبي لقيته بيقول لي بس ليه يعني وبتاع، قلت له ان هو طرف نزاع وحط نفسه وحطينا كلنا في مواقف صعبه كلها وكلام مساومات. فالمهم فطلع هو كمان يعني اللي جنبي دوت، لقيته عند شارع المخابرات بيقول لي السواق بس على يمين انزل، لقيت السواق بيقول لي ده المخابرات خلي بالك الشارع ده ما بينزلش فيه، ما بيخشش فيه اصلا المخابرات العامه، جاز مخابرات عامه ولا من عارف ايه وبتاع. قلت له مخابرات مخابرات، انا والله انا مالي بقى، انا ابو واحد او بكرهه ولا انا يحصل اللي يحصل بقى يلا. فشيلوا الصور بس عشان ما تدينيش النبه يا بالله عليكم، تطلب بس يغلي بيع. ما هم المصريين ما يستحقوش خير اصلا من افعالهم الوسخ. بيع، اعمل اللي انت عايزه بس شيل الصور والنبي في الشارع، والنبي والنبي والنبي، والله الناس بتقول عليا مجنون. بالله عليك يا سيسي طلب بس، جاي طلب واحد بس معلش والنبي، شيل الصور بتاعتك من الشارع، الله يبارك لك، الله يبارك لك، عم دخلني النار. يا جدع شيل الصور، ده انت راجل بارد، والله بارد، يخرب بيتك وبيت سمكتك. آه.